بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي، واذكروا الله دايما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. اذكروا الله دايما كده، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فدايما كده يا حباب قلبي نذكر الله دايما، دايما نذكر الله، ودايما كده في كل حاجة نقول بسم الله، ونعمل لايك كده حلو جميل، وشير وسبسكرايب. يعني احنا مش هنخسر حاجة يعني احنا بنتفرج على الفيديو او نزلنا ان احنا نشوف الفيديو او جربنا حتى ان احنا نشوف الفيديو. يعني الاشتراك، كلمة الاشتراك اللي بالاحمر ده ندوس عليها بس، وبعدين هيجيلنا الجرس نفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد في القناة اللي انا بعملها. يعني بس اليومين دول انا بحكي يعني كام قصة كده شفتهم بصراحة قدامي في الكام يوم اللي فاتوا اللي انا غبتهم دول، فقلت احكيهم. يعني حكاية القصة الاولانية اللي هي بتاع بنت عم امبارح، وبحكي لكم القصة التانية. واحدة قابلتني يعني وبتحكي لي عليها بصراحة قصص كتير وحاجات كتير، روايات يعني. فالقصة دي واحدة يا مأمنة للرجال يا مأمنة للماء في الغربال، على رأي اللي بيقولوا. يعني ان انت تحب حد او تثق فيه او ان انت يعني لو طلب منك ايه او طلب إيه منك ايه ان انت تعمله، ممكن عشان تبعد عن البني ادم ده، او ان انت تسيبه الثقة اللي انت كنت عتهاله والطمأنينة اللي كنت مطمنها ان انت هتبقى معاه وكل القصص دي وكل الحاجات دي، وفي الاخر تطلع وهم مفيش. يعني واحدة بتحكي لي بتقول لي هي كانت ممرضة يعني، وبتشتغل رئيس التمريض كمان. يعني بتشتغل ما شاء الله، يعني شغلانة كويسة ووظيفة حكومية ويعني بتقول انا كنت بشتغل ساعتين في اليوم، بروح الساعة 10 وامشي الساعة 12، ساعتين في اليوم بس، بتقبض مرتب ما شاء الله جميل، يعني مرتب حلو قوي يعني. وبعدين هي كانت في الاول متجوزة واحد ومخلفة منه بنتين، والراجل ده توفى رحمة الله عليه، والبنتين دول كبرتهم وجوزتهم. فبعدين زميلها بقى في العمل اللي هي كانت بتشتغل فيه، اللي هي رئيسة الممرضين يعني في مستشفى يعني، شافها وكده واعجب بيها وبدأوا ان هما يتكلموا وفي التليفون، وبتقول بقى نتكلم بالساعات ولما الفجر يأذن واحنا لسه بنتكلم. بتقول اسلاك التليفون ساحت من كتر الكلام اللي بقى نتكلم لمدة سنتين، وهما بيتكلموا في التليفون وبيتكلموا مع بعض وبيقابلوا بعض وبيتفسحوا مع بعض وبيخرجوا وبيروحوا وبييجوا وكل حاجة يعني. فالمهم هو اكبر منها ب13 سنة، يعني هو عنده حاجة و60 وهي عندها حاجة و50 كده يعني. فالمهم ضحك عليها يعني بالكلام وعشمها بالكلام، لدرجة بقى ان هو راح يتقدم لها، فاهلها مرضوش، قالوا لها لا ما وافقش على الراجل ده، يعني مش مناسب، يعني اكبر منك بكتير، وفي نفس الوقت مش هو ده البني ادم اللي انت ترتبط بيه، او ان هو يعني يحل محل جوزك الاولاني اللي انت كنت معاه. هما كانوا شايفين كده بصراحة، يعني هما اهلها شايفين كده، انما هي بقى على رأيي بيقول مراية الحب عمية، والكلام اللي هو قاله لها واللي عاشت فيه غشاوة هنا على عينيها، فيه جايبة حاجة ستارة كده حطاها وحاجات في ودنها حطاها بحيث ان هي ما تسمعش كلامهم خالص، كأن كلامهم ده مش موجود، يعني ملوش اي اساس من الصحة. هي مستمعاهم اصلا، يعني هي رامية ودان مستمعة هما بيقولوا ايه. المهم قالت لهم لا، هتجوزوا برضه. طلبوا منها ان هي تعمل ايه، تسيب الشغل بتاعها. قالت لهم ازاي وما ازاي، قالوا لها كده هتتجوز الراجل ده يبقى تسيبي شغلك
وتسيبي شغلك تقعدي من الشغل، تقعدي بحيث ان انت تقعدي هم اللي يرفضوكي، يعني هم اللي يقولوا احنا ما احناش عايزينها ويرفضوكي. فالمهم فعلا قالت لهم خلاص ماشي. ففعلا قعدت من الشغل وكده يعني، بس هي كانت حالتها المادية متيسرة يعني، كان معاها فلوس لان ما كانش معاها الا بنتين بس وجوزتهم وكده. وطبعا الشغلانة دي يعني بصراحة كان بيجي لها دخل حلو يعني، فكانت محوشة فلوس كتير فاتجوزته. فالمهم بقى ايه، بعد ما اتجوزت يا حبايبي عمل ايه، اعملوا بقى لايك وشير بقى عشان اعرف احكي الحدوته حلو. هي مش حدوته، دي قصه حقيقيه والله. والله العظيم قصه حقيقيه، بس هي يعني تحس ان هي حدوته يعني، حاجه من الخيال، حاجه غريبه يعني. فالمهم بقى ايه، عملت ايه، اتجوزته 20 يوم، يعني بيتكلموا في التليفون سنتين، واتجوزته وعاشت معاه تحت سقف واحد وفي بيت واحد 20 يوم. بتقول انا لو اعرف كنت قعدت اتكلم في التليفون على طول ما كنتش اتجوزت. وبدأ يعمل ايه بقى، يضربها ويهينها ويمشي فيها ويقول لها انت عايزه تموتيني، انت عايزه تخنقيني، انت متجوزاني ليه، ينفع ان انت تروحي بيت اهلك تاني ونتكلم في التليفون تاني؟ ايه ده، ايه البني ادم ده. المهم قبل ال20 يوم بقى، قبل ما يحصل موضوع الانفصال، لما عاشت معاه اخوه محتاج مثلا 1000 جنيه عشان مش عارف هيعمل ايه، اتفضل. اخوه مش عارف التاني عايز مش عارفة كام 1000 جنيه هيعمل ايه، اتفضل. انا مش عايز فلوس، مش عارف عايز فلوس علشان ايه، هعمل ايه، اتفضل. المهم ايه، خلوها يا حبايبي، خلاها يا حبايبي على الايه، على الحديدة. ما عادش معاها حاجة. اصبحت دلوقتي لا عادت وظيفة ولا عاد فلوس ولا عاد اي حاجة خالص. المهم تعمل ايه، ما عادش عارفة تعمل حاجة. هو بعد ما خد منها فلوسها وهو عارف ان هي خلاص ما عادش حيلتها حاجة، وفي نفس الوقت هي خلاص قعدت من الشغل، بدأ بقى الإهانات، بدأ يضربها. خلاص بقى ما عادش طايقها، هيضرب فيها ويقول لها انت جاي هنا علشان تموتيني، انت جاي عشان تخنقيني، انت. المهم بدأ يطرد فيها ويقول لها روح عند اهلك، ويجي نص الليل الساعة 12 بالليل يقول لها لازم تروح عند اهلك دلوقتي اهو، وهي من مكان واهلها في مكان بعيد عنهم كتير يعني، مش حاجة بسيطة، لا ده كتير. المهم يرضيك في ايه، انا ما عملتلكش حاجة، انا في ايه. المهم هو مصمم، هو زي ما يكون كان متجوزها عشان ما يخلص فلوسها يرميها يعني. المهم وداها عند اهلها في يوم، فراحت عند اهلها وهي زعلانه وكده، وقال لها روحي وانا هاجي اخدك اخر النهار، على اساس ده يوم جمعه يعني. المهم لقت واحده صاحبتها بتتصل عليها وبتقول لها ده جوزك بيكلمني وبيقول ان هو طلقك. قالت لها طلقني ازاي، والله ما طلقني. قالت لها ده بيقسم لي بالله ان هو طلقك. قالت لها والله يا بنت ما طلقني، ده هو جابني هنا عند اهلي وقال لي ايه انا هاجي اخدك اخر النهار. المهم بتقول ايه، على الساعة 9 10 بالليل كده لقيته جاي بالعربية، فبيقول لها والله العربية كانت عطلانة وانا قلت لو دارت هاجي اخدك، ما دارتش ما كنتش جايلك. وايه، ومحضر لها شنطة هدومها فين، في العربية. المهم نزلت معاه، وبعد ما نزلت معاه وروحوا الشقة، فبتبص لقيته مطلع على اهي شنطة. فبتقول الشنطة دي ايه، قال لها ده شنطة هدومك. قالت له انت كنت جايبها لي ليه، قال لها علشان خلاص انا ما عدتش عايزك. ايه ده، في كده يعني، بجد في كده يعني. انت رحت جبت، انت واخد لها شنطة الهدوم بتاعتها ورايح تجيبها من هناك عشان تجيبها عند البيت عشان تقول لها انني ما كنتش عايزك وكنت جايب لك شنطة الهدوم وهطلقك بقى وهسيبك. طب ايه اللي خلاك خدتها طيب؟ خدتها ليه لما انت هترجعها تاني؟ وقام واخدها من ايدها وقام مرجعها تاني عند اهلها. والمهم ايه، اتطلقوا يعني، انفصلوا يعني. نساها خالص. جت في مرة بعد مدة كبيرة، بعد يعني هي دلوقتي بقالها 1.5 سنة هما يعني سايبين بعض. فالمهم بتتصل عليها لانها نفسها ترجع شغلها تاني بصراحة، وهم اهلها طبعا رافضين موضوع ان هي ترجع شغلها دي،
اما قعدت بقى معاه، هي عندها بيت وبانيه بيت 3 ادوار، بيت جميل، بيت حلو يعني. فمش راضين اخليها تقعد في بيتها، خدوا منها التليفون وقالها ما انتش قعدت ماسكه تليفونات. وطبعا قاعده من شغلها وشها في وش مامتها 24 ساعه، مش عايزينها تخرج ولا تروح ولا تيجي ولا اي حاجه في الدنيا. فهي عايزه تخرج تروح شغلها يعني. فقالت لما اتكلموا يعني على اساس ايه، ان هو ممكن يتوسط لاهلها وكده، او يرجع لها او اي حاجه يرجعها لما ترجع شغلها حتى، وبعد كده عادي. يقول لها انت مين يعني، بترن عليه، قام بيقول لها امها بيقول لها انت مين، بيقول لها انت مين، انت مين؟ قالت له انا فلان. قال لها عايزه ايه؟ قالت له انا عايزه ارجع شغل. قال لها ترجع شغلك ليه؟ قالت له عايزه ارجع شغلي. قال لها ومين اللي هيسمح لك اصلا انك ترجع شغلك؟ مين اللي يسمح لك؟ ايه اللي من اللي يسمح لك؟ انت واحد ما عدتش عايزاه. يعني هي بتستنجد بيك، حتى العشرة، العيش والملح، اي كلمة حلوة من اللي بقت تقولها زمان في السنتين اللي فاتوا، اي حاجة يعني ما فيش خالص خالص يعني ما فيش. المهم قام قافل السكة في وشها وما رضيش يتكلمها. طبعا يا حبيبتي هي عمالة بتعيط بينها وبين نفسها. طبعا هو بيعمل كده ليه، او عمل معاها كده ليه؟ هي مش عارفة هي هو عمل معاها كده ليه. فطلعت عمرة، بقى كل تفكيرها وشغلها الشاغل في العمرة دي ان هي تدعي ربنا ان هي ترجع شغلها. هي عايزة ترجع شغلها، وتدعي ربنا ان تنساه، ان هي تنساه خالص، كأن السنتين دول ما جوش في حياتها اصلا، السنتين وال20 يوم يعني ما جوش في حياتها اصلا. بس برضه مش قادرة تنسى. عمل لها عقد، عمل لها ما فيش خالص يعني، ما عادش عندها ثقة في اي راجل، ما عادش عندها ثقة في اي حد. كسرت، تقول انا انكسرت من جوايا فعلا، حاجة كده كسرت. ف نفسها ان هي ترجع شغلها، ونفسها ان هي يعني تعيش حياة حلوة. هو شغلها اللي هينسيها كل ده اصلا يعني، لما ترجع شغلها حتى ان ده كله هينسيها. هتطلع بقى مع زميلاتها، تشوف ناس جديدة كل يوم، تحاول بقى ان هي تعيش حياتها بقى اللي كانت عايشاها قبل كده، وتنسى بقى خالص. فانا بقول لكم الكلام ده ليه بقى يا حبايبي؟ عشان كل واحد يبقى عارف حياته ماشية ازاي، ما يثقش في اي حد. مش الكلام الحلو ولا الكلمة الحلوة اللي نجري وراها. يعني مش اي حد يقول لنا كلمة حلوة يبقى خلاص هو ده. لا، مش كده طبعا. يعني يعني ايه اقعد اقول لها كلام حلو وكلام جميل وكلام ما ما فيش ما بعده كلام يعني. بصراحة هو دخلها من النقطة دي، شافها ان هي محتاجة الكلمة دي يعني. اول ما بدأ معاها طبعا قال لها كلمة حلوة، لقاها بقى بت ايه، بتجري بقى وراه، وان هو دي فارس الاحلام اللي كانت مستنياها من سنين. فمش اي حد يقول لنا كلمة حلوة، او اي حد يقول لنا كلمة حتى بحبك، او ان هو يعني لا لا لا. لازم ناخد بالنا من الحاجات دي كويس جدا، ولازم ناخد بالنا من افعالنا ومن كل حاجة. ومش اي حد نثق فيه، ولا اي حد ان احنا لان احنا بني ادمين، احنا ناس يعني ننس، عندنا دم، اه عندنا احساس. الانسان ما هو ايه، لو حد كسر بني ادم او قال له اي حاجه تزعله، بيفضل طول العمر على فكره مكسور، بيفضل طول العمر الحاجه دي كسراه وقهراه وما بعدش بدي ثقه لاي حد بصراحه، وبفضل زي الحزين مهما حد ما خلاص بقى. حتى لو الانسان التاني ده او الحد التاني ده هيقول له كلمه حلوه بجد وبحق وحقيقة، مش هيصدق. خلاص هو خلاص. مع ان هي بتقول ان جاي لها واحد والله بيشتغل في المينا وبيكسب كويس جدا، وهو اصغر منها بسنتين ولسه اصلا ما اتجوزش قبل كده والكلام ده كله، واحسن من التاني مليون مرة. بس ما خلاص ما عادش عايزة، ما خلاص دي خلاها خلاص. فكل واحد ياخد باله حبايبي من اي حد، ما يثقش في اي حد.
واي اي واحد دلوقتي بيدور على واحدة معاها قرشين معاها فلوس عشان يجري وراهم كلمتين حد الفلوس ما تخلص. خلاص خلصت الحدوته وخلصت الحكاية. ما عادش عايز، ما هيعوزها لا بقى، هي خلصت الفلوس اللي معاه لان هو رايح لها للهدف ده اصلا. يعني هو رايح علشان اللي معاها، مش رايح لها هي كإنسانة او الشخصية نفسها. لان لو رايح للشخصية نفسها او لا هي مش مش هيعمل كده، مش هيشوف اللي ناقصها ايه يدخل منه. لان اللي يحب الشخص نفسه على ذاته نفسه، على ما مش اللي عنده ايه ومعاها ايه وهتعمل ايه. فإن كان الفيديو بقى عجبكم والقصة دي هي قصة حقيقية والله العظيم، ادعوا معايا ان ربنا يا رب ييسر لها امورها ويهديها وينسيها البني ادم دي ويصلح حالها ويوفقها ويرجعها شغلها تاني وترجع تعيش حياتها من اول وجديد. لان بجد بجد هي صعبانة عليها والله، يعني كانت بتعيط بجد بجد بجد، يعني خلت اثر جوايا يعني. ادعوا لها يا حبايب قلبي ان ربنا يهدي لها الحال وترجع شغلها وتعيش حياتها وتستقر كده. وان كان الفيديو عجبكم يا حبايبي اعملوا له لايك وشير وسبسكرايب عشان وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. وايه ويلا مع السلامة، باي باي.